أنا أبغى أحل مشاكل حياتي بعدين أستغفر. يا حبيبتي يا ذكية يا بنتي يا أختي، حل مشاكل حياتك في إنك أنت ما تتدخلي. مالك شغل حياتك، مالك شغل في مشاكلها، مش دورك إنك تحلي المشاكل. الله ما خلقنا في الدنيا هذه عشان نحل المشاكل. الله خلقنا عشان نحن نستمتع بالحياة، لعبة لهو ولعب. لعبة الحياة إنك أنت ما تركزي في الحياة، أنت تركزي في دورك في الحياة. دورك إنك أنت تعبد الله كما أمرك وهو يرزقك كما وعدك، بس مش دورك إنك تحلي مشاكل الحياة. هذه المشاكل جات عشان أنت تستيقظي، عشان أنت تفوقي، عشان أنت تصحي وتقولي إيه وصح أنا نسيت إني عندي رب العالمين الله سبحانه وتعالى. ليش خلانا نكرر، أمرنا إنه نحن نكرر صوت البقرة سورة الفاتحة في يومنا أكثر من 17 مرة في كل فرض، في كل فرض 4 مرات أو 3 مرات في كل ركعة. ليش؟ عشان نتذكر إنه الحمد لله رب العالمين، ربي وربك هو الله رب العالمين. انتي مش رب العالمين، انتي عبدة لله سبحانه وتعالى. مش دورك انك تحلي مشاكل حياتك، ولا دورك انك تبحثي عن رزقك، ولا دورك انك انتي تبحثي لك عن زوج، ولا دورك انك انتي تسوي كل شيء. انتي دورك تعبد الله كما امرك والله يرزقك كما وعدك بس. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ليش الله سبحانه وتعالى يعني اقسم هنا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، صح؟ ما حتنحلل لك مشكلة إذا أنت فكرتي فيها. سلمي أمرك لله. اليقين يجي مع كثرة الذكر، اليقين يجي مع كثرة الاستغفار، اليقين يجي مع التسليم. أنا مالي شغل، الله حطالي هذه المشكلة والله هو اللي حيحلها. الله أمرني إني أنا أعبده فقط. الناس يوصلوا ل100,000 استغفار، فأنت تقولي لي أنا ماني قادرة على 30,000 استغفار. أعرف إنه عندك مشكلة كبيرة مع الله، حلها ما هو بالتفكير في المشكلة زي ما إنك الحل في التسليم. أتركي حبال مشاكلك كلها، أتركيها، أفلتيها، أتركيها خلاص. الرغبة في السيطرة على إدارة حياتي، والرغبة في التحكم في نتائج حياتي، هذه طريقة يعني باءت بالفشل سواء معايا ولا مع غيري. أتركوا كل شيء وأبدأوا مع الله وشوفوا كيف الله حي يعني سبحان الله. يعني من توكل على الله الله سبحانه وتعالى كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ الله بيقول لك سبحانه وتعالى في القرآن أليس الله بكاف عبده؟